أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات أصدقاء الثورة الجزائرية. صديق حلقة اليوم مناضل سياسي يساري، أستاذ فلسفة في الجامعة، كان عضو لجنة من أجل السلم في الجزائر، ساند الثورة الجزائرية وتعرض لمحاولة اغتيال بسبب مساندته للثورة الجزائرية. كان نائبا برلمانيا أيضا، إنه البلجيكي بيير لوغراف. ولد بيير لوغراف في بلجيكا عام 1916. بعد دراسته الابتدائية والثانوية دخل الجامعة ودرس الفلسفة والقانون. بيير لوغراف عمل مدة في شارلوروا كمندوب مبيعات، ثم أصبح أستاذا للفلسفة في الجامعة الحرة في بلجيكا. بيير لوغراف عرف منذ صغره بدفاعه عن القضايا العادلة في العالم. كان معجبا بالثورة الروسية، لذلك انضم إلى الحزب الشيوعي. نشط في صفوف الحزب اليساري البلجيكي المعروف بالحزب الاشتراكي البلجيكي، كعضو في نقابة المعلمين الاشتراكيين كذلك، ثم عضو في الأممية الاشتراكية. تعرض لمضايقات عديدة ونجا أكثر من مرة من اعتقالات التي كان يشنها النازيون في بلجيكا. عام 1940 أصبح من بين الشخصيات الشبانية القليلة النشطة ضمن الحزب الشيوعي، القسم البلجيكي خاصة من الأممية الرابعة. بيير لوغراف أبدى تعاطفا كبيرا مع الثورة الجزائرية حين اندلاعها، من خلال نشاط المناضلين الجزائريين في بلجيكا وخاصة الطلبة الجزائريين، وأيضا من خلال نشاط أصدقاء الثورة من البلجيكيين، من أمثال المحامي سيرج مورو، الأستاذ جورج لابيرش، المحامية سيسيل درا سيمر هاوسن، وأيضا بيير لوغراف. بيير لوغراف عرف أيضا بمطالبه تجاه الكونغوليين، المطالبة باستقلال الكونغو رغم أنها تحت الاستعمار البلجيكي. وقف أيضا مع الشعب الفلسطيني في حقه ضد الاحتلال الصهيوني. أيضا وقف مع الثوار الفيتناميين، دافع عن العمال المغاربة المطرودين من بلجيكا. أصبح نائبا برلمانيا عن مقاطعة بروكسل. ساهم في إنشاء اللجنة من أجل السلم في الجزائر. مساندته للثورة الجزائرية كانت واضحة من خلال نشاطه في تقديم العون والمساعدة للمناضلين الجزائريين العابرين لبلجيكا أو المقيمين في بلجيكا. المناضلين الذين طردوا من فرنسا أو الطلبة الذين طردوا أيضا من فرنسا واستقروا في بروكسل، كان بيير لوغراف رفقة الشبكة البلجيكية لدعم الثورة الجزائرية يتكفل بإيجاد السكن لهم، بتوفير الوثائق للتنقل وجمع الأموال، وخاصة تأمين الطريق للعابرين للحدود الأوروبية. إذن بيير لوغراف كان يقوم بدور لوجستي كبير لصالح الثورة الجزائرية رغم تهديدات المخابرات الفرنسية له. كان صديقا لجورج لابيرش أستاذ التاريخ في الجامعة البلجيكية، صديق الثورة الجزائرية الذي اغتالته المنظمة الإرهابية الفرنسية اليد الحمراء. هذه المنظمة التي ستغتال الطالب الجزائري أكلي عيسيو في بروكسل، طالب الطب ممثل الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين في بلجيكا. اغتيال الطالب الجزائري أكلي عيسيو استغلها بيير لوغراف رفقة الشبكة البلجيكية لإقامة جنازة مهيبة لهذا الطالب في شوارع بروكسل مغطى بالعلم الوطني. المخابرات الفرنسية أيضا حاولت اغتيال بيير لوغراف عن طريق الكتاب المشهور كتاب أنري علاق المسألة، حيث فخخت الكتاب وأرسلته إلى بيير لوغراف عن طريق طرد بريدي، وهي الطريقة التي اغتيل بها أستاذ التاريخ صديق الثورة الجزائرية جورج لابيرش. لكن بيير لوغراف نجا بأعجوبة من محاولة الاغتيال.
وصرح قائلا بعدها: لن تخيفني تهديدات اليد الحمراء، هذه المنظمة الإرهابية غير موجودة إلا كتمويه للمخابرات الفرنسية. هكذا صرح بيير لوغراف. بيير لوغراف واصل دعمه اللوجستي للثورة الجزائرية وللمناضلين الجزائريين. كان ينسق مع جون بول سارتر الذي استضافه في بروكسل في 12 مارس 1960 وقدم محاضرة حول الثورة الجزائرية. كما ساهم في تنظيم محاضرة للكاتب الجزائري كاتب ياسين لتقديم كتابه أو رواية الجثة المطوقة وكادافر أونسيركلي في بروكسل، مما أثار الفرنسيين واحتجت السفارة الفرنسية على ذلك. بيير لوغراف ظل مدافعا عن الثورة الجزائرية إلى غاية الاستقلال، وبمناسبة استقلال الجزائر نظم حفلا كبيرا في بروكسل حضرته جموع غفيرة من البلجيكيين. بيير لوغراف بعد استقلال الجزائر حضر لمؤتمر دولي حول المساعدات غير الحكومية للجزائر. ظل وفيا لعلاقته مع الجزائر والجزائريين إلى غاية وفاته عام 2004. إلى اللقاء في حلقة قادمة.